السلام عليكم غزالتي، تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بافضل الاحوال ان شاء الله وتكونوا ديما على خير وبخير. اليوم البنات جيتكم بفيديو جديد، فيديو عمرني ما درت بحاله في القناه ديالي، فيديو نتوما طلبتوه مني واليوم غادي ندير الطلب ديالكم. حبيباتي اليوم غادي نهضروا على كود ادسنس، وغادي نهضروا على كيفاش تفتحي قناه وكيفاش تمشي بخطوات صحيحه وما ديري حتى شي غلط بحال الاغلاط اللي درت انا. وبعد الاسئله اللي كانت جاتني غادي نقول لكم شنو كاين، نقول لكم الحقيقه ونقول لكم اشنو كاين، واش كاينه هاد الهضره اولا ما كايناش. وبزاف ديال الناس اللي تيسولوني وتيقولوا لي لبنى شحال تتخلصي، شحال تخلصتي، شحال جاك هاد الشهر. غادي نقول لكم الحقيقه كلها، واليوم غادي تشوفوا كل شيء بعينكم، غادي نقول لكم كل شيء. وغادي ننصح البنات اللي عندهم قناه، البنات اللي مازال ما فعلوش ما تفعلش الربح على القناه ديالهم ومازال ما وصلوش ل1000 مشترك و4000 مشاهده. كما تعرفوا حبيباتي ان 4000 ساعه ماشي سهله، تقدر تكون 1000 مشترك شويه سهله على 4000 ساعه. 4000 ساعه اللي هي صعيبه 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 بزاف. المهم غادي نبداو باول حاجه بالنسبه للناس اللي باغي يفتحوا قناه. غادي ننصحكم ونقول لكم شنو ديروا شنو ما ديروش، واي حاجه ما قلتها لكمش حطوها لي في التعليق لتحت وقولوا لي شنو باغيين تعرفوه. يعني السؤال حطوه كيف ما بغى يكون، غادي نجاوبكم عليه. المهم حبيباتي كما قلت لكم الناس اللي باغيين يفتحوا قناه غادي نعطيكم نصائح اللي هي مهمه واللي هي غتفيد كل واحد باغي يكون صانع محتوى. كما تعرفوني البنات انا القناه ديالي مفتوحه من 2018، وهذا الشيء راني قلتوه في بزاف ديال المرات، ولكن اللي ما تعرفوهش بزاف هو انني تعبت في هذه القناه وعانيت فيها، ورغم ذلك مازال اختكم مستمره. المهم البنات غادي نبداو باول حاجه. اللي باغي يفتح قناه غنبداو بهذا الموضوع هذا باش نمشيو خطوه بخطوه. اول حاجه البنات بالنسبه للناس اللي باغيين يفتحوا قناه، اول حاجه خصها تكوني عارفاها علاش باغا تفتحي قناه وشنو باغا تكوني باغا ديري في هذه القناه. يعني شنو هو المحتوى اللي نتي باغا ديري في هذه القناه. مثلا واش باغا ديري فلوغات، واش باغا ديري يوميات، واش باغا ديريها يعني قناه متنوعه او لا فيها نصائح او لا شي حاجه ديال تعليميه. المهم بالنسبه للناس اللي باغيين يفتحوا قناه ضروري انك تكون عندك جيميل وهو هذاك البريد الالكتروني. ضروري يكون عندك واحد الجيميل ديالك. علاش؟ لحقاش هاد الجيميل هذا هو اللي تنربطوه مع القناه فاش تنبغيو نديرو قناه، يعني هو مرتبط مع القناه. ولا ما عندك الجيميل ما عندك والو. وهاد الجيميل هذا ضروري اختي العزيزه، ما انه خصك تكوني عاقله عليه وعاقله على المود باس ديالك، يعني كلمه السر ديالك. الا ما كنتيش عاقله على كلمه السر ديالك فبسهوله يقدر يضيع منك هذا الجيميل ديالك، وبالتالي غادي تعاودي ديري جيميل اخر وتعاودي تبداي في قناه اخرى. بالنسبه فاش تتربطي الجيميل بالقناه ديالك فهو ساهل، شي حاجه اللي هي بسيطه وعاديه، وكاينين بزاف البنات ديال الفيديوهات في اليوتيوب اللي تيشرحوا الطريقه المفصله والطريقه يعني تيطبقوا الشرح على الشاشه وتتعرفي ديري كل شيء. وانا صراحه الله البنات تعلمت كل شيء من هاد القنوات هادو، وتعلمت منهم بزاف لحقاش انا ما كنتش البنات تنعرف ندير والو في قناتي. تاني حاجه البنات اللي خصكم تبداو بها هي انكم تبداو تحطوا فيديوهات. بالنسبه للساعات البنات انا غير تنختصر لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. بالنسبه للساعات البنات الا كنتو باغيين ديروا الساعات، اول حاجه خصكم تبقاو ديروا لايفات يعني بث مباشر باش تجمعوا الساعات، حيت فوق ما تيكون عندك شي لايف فيه ساعه اولا ساعتين تيزيدك في السوايع وتيدخلوا عندك ناس وتبقى يسالوك وتجاوبهم، اولا تيكون شي نقاش اولا تكون شي حاجه. بالنسبه لي البنات غادي نهضر معكم بكل صراحه، انا في الاول ما كنتش عارفه لا لايفات لا حتى شي حاجه، والصراحه تزاد ربي ما كنت عارفه حتى شي حاجه في الاول. كنت مره تنحط شي فيديو ما عارفاش كيفاش ندير نصور، ما عارفاش كيفاش نقبض التليفون. كنت نقبض التليفون على هذا الشكل طولي هكا، هو خصك تقبض التليفون هكا على الشكل مستقيم هكا
المهم البنات هي هذه اول حاجه خصك تعلميها. الكاميرا تتكوني تتصوري بالكاميرا اللي هي اماميه باش تشوفي راسك اشنو تديري، وتتشوفي نيشان في الكاميرا، في العدسه ديال الكاميرا، باش تتجاوبي مع الناس اللي هما قدامك. تاني حاجه البنات اللي انا ما كنتش عارفاها نهائيا، هو ان الناس كانوا تيدخلوا في جروبات باش يديروا تبادل اشتراكات. ما عرفتش هذا الموضوع واش خصني نهضر عليه ولا ما خصنيش نهضر عليه. اللي عارفه انني خصني نقول لكم شنو انا درت باش وصلت ل 1000 مشترك و4000 ساعه، اللي بصراحه الله ما كانوش ساهلين. اول حاجه البنات بديت تنخدم غير بوحديتي، ما عارفه ما ندير. حتى لواحد النهار بديت تنحط في الفيسبوك تنقول بغيت اللي يدخل لي القناه. دخلت عندي واحد السيده اللي تعرفت عليها من سوس، وهي تقول لي اختي دخلي معنا الجروبات، الجروب ديال تبادل الاشتراكات، وهكا غتقدري تجمعي 1000 مشترك. وفعلا البنات هادشي اللي درت، كملت 1000 مشترك. ولكن البنات هاد 1000 مشترك راه كملتهم من بعد واحد المده طويله جدا. بقاو لي الساعات، فبديت البنات تنجمع في الساعات، ولكن كانوا تيمشيو تنجمعوهم وتيمشيو. والاهم من هادشي كله، فاش كنت نجمع الاشتراكات خصهم يكونوا حقيقيين، يعني ماشي يكونوا غير حسابات وهميه، باش هاد الحسابات تتبقى لك في هاد الاشتراكات تتبقى لك في القناه ديالك. تاني حاجه البنات اللي لقيت فيها الصعوبات، كنت نهز التليفون ديالي ود ماما ود الزوج ديالي وتنبقى زعما نخدم بهم كاملين باش نجمع الساعات. ولكن واخا هكاك الساعات ما كانوش يتجمعوا لي، لحقاش 4000 ساعه البنات. حنا عندنا 24 ساعه في النهار، ما يمكنش التليفون يكون بقى شاعل النهار كامل وانتي تحاولي باش ديري باش تجمعي الساعات. ثالث حاجه البنات هو انه في ديك اللحظه كانت خصك ديري فيديو طويل، وحتى دابا اللي بغى يدير فيديو طويل غير يكون ديالك وتكوني مصوره ودايره موسيقى او لا دايره قران او لا ديري شي حاجه اللي ما فيهاش حقوق طبع ونشر باش تجمعي هاد الساعات. وفعلا بالمساعده ديال واحد الاخت، لحقاش انا ما كانش عندي البيسي وكان التليفون ما تيهزلياش، يعني تياخذ لي وقت بزاف وما تيهزليش تصوير طويل. فدرت قران بدون حقوق طبع ونشر وحطيته على الصفحه ديالي ديال اليوتيوب، وبديت ترخيه يوميا ورغم ذلك ما كانتش السوايع ما تجمعوليش. فبالتالي البنات، وهو حاجه اخرى اللي هي ضروريه ضروري فاش كنت تنسارجي راه ما كانت يدي لي، خصني 50 درهم على الاقل في النهار اللي نسارجيها، وما كاينه حتى شي نتيجه وتتسالى دغيا، حيت تنخدم به بزاف وتنسهر الليل كامل. تيخصني ندير الخدمه لماليها باش انني نكمل الخدمه، وهكاك ما كانش يكفيني، يعني خصني ضروري اكثر من 50 درهم ديال الروشارج. هادشي فاش جا الحجر الصحي دخلنا الويفي، وكنت اول مره غادي ندخل الويفي لداري، وبصراحه الله اللي هو نفعني انا ونفع حتى وليداتي. المهم البنات فاش دخلت الويفي بالمساعده ديال الزوج ديالي، رغم ان الظروف صراحه الله ما كانتش مناسبه انني ندخل الويفي، راكم عارفين كان الحجر وما كانش راجلي خدام وهي جالس في الدار، رغم ذلك مسكين دخل لي الويفي. وهذا الشيء كله البنات ما كانش كافي. انا راهي تنختصر لكم، والا جيت نعاود لكم راه بزاف ما يتعاود وما يتقال. من بعد البنات بدا تيقلب لي على بيسي، جاب لي البيسي الاول والبيسي الثاني والبيسي الثالث عاد صدق ليا. تما البنات فاش تبدا الخدمه الحقيقيه، صافي بديت نخدم مع واحد المجموعه اللي خدمت معاها بزاف، وكنت نبات سهرانه الليل كامل البنات، وانا سهرانه ما تنعش، وخصني في الصباح نوض وليداتي للقرايه، وخصني نطيب الفطور، وخصني نطيب الغداء، ورغم ذلك تنخدم وتنبات خدامه ما نكذبش عليكم، لدرجه ان الشتاء والبرد الناس تستمتع بديك النعيسه ديال حلوه انت ناعسه في الفراش ديالك الشتاء والبرد. انا لا ما نعساش، انا قابطه وتنخدم باش نكمل 1000 مشترك و4000 ساعه. يعني اليوتيوب ماشي شي حاجه سهله. كاينين الناس، انا ما تنقول لكمش انا تنهضر غير على راسي، على التجربه ديالي انا، كاينين الناس البنات اللي سالوا 1000 مشترك و4000 ساعه في مده شهر او شهرين او 3 شهور او 4 شهور او 5 شهور. انا ما كنتش من هاد الناس هادو، ماشي من الناس المحظوظين. علاش؟ حيت كنت ما تلقاش المعلومه اللي قدمها لي صحيحه، او اللي قال لك شي معلومه تيقدمها لك خاطئه او ما تعطيها لكش كامله. فبالتالي هادو هما الاخطاء، وهادو هما هادشي اللي انا درت. انا تنعاود لكم مفصل.
المهم بقيت مده سنه وانا خدامه مع البنات باش نجمع هاد الساعات ديالي. شويه بديت نقرب من الساعات الحمد لله رب العالمين، وصافي بدا وكملت 1000 مشترك. والسويعات ما بقى لي ليهم والو، تيعطيوك باش انك تاكدي من واحد الخطوتين. فانا تاكدت من دوك الخطوتين باش يعني امان ديال القناه ديالك، فهمتي؟ يعني غادي كاينين فيديوهات اللي تيشرحوا هذا الشيء كامل البنات، مفصل ومدقق مزيان. من بعد البنات ما كملت 4000 ساعه و1000 مشترك، وانا حققت اكثر من 1000 مشترك، يعني ولاو عندي شي 2000 وشي حاجه ديال الاشتراكات. كملت 4000 مشترك تصيفط لك اليوتيوب رساله بانك راكي استوفيتي 4000 ساعه. دابا راه خصك تصيفط القناه ديالك للمراجعه. فعلا صيفطت القناه ديالي للمراجعه، والحمد لله اللي ما كانش زعما ما تسنيتش بزاف. في ساعه ردوا عليا بان القناه ديالي تقبلات، ومن بعد واحد العام واحد المجهود واحد المعاناه ما نقول لكمش، وفعلا تقبلات القناه ديالي. تما تيقولوا لك خصك تعمري تتعمري المعلومات ديالك باش يجيك الادسنس. وفعلا البنات عمرت واحد المعلومات اللي خصها تكون مدققه. خص يكون الاسم والنسب ديالك ورقم البطاقه الوطنيه ورقم الهاتف وفين ساكنه، يعني العنوان يكون مدقق. لحق صعيب البنات بزاف الناس اللي ما تيجيهمش الادسنس. من بعد انا ما تفعلت لي القناه البنات مباشره بديت تنخدم. انا خدمت بواحد الطريقه اللي ما كانش خصني نخدم بها، وكانت ديك الطريقه مفعله للناس اخرين يعني تيخدموا بها وتيربحوا منها الفلوس. انا بما ان قناتي كانت مازال صغيره ويلاه تفعلات، فما كانش عليا ناخذ ديك الطريق. بديت تنخدم انا البنات، والصراحه الله طلع لي واحد الرزيق وفرحت به، وما كنتش باغا نقولها حتى لشي واحد. ولكن هنا باش تعرفوني واش نتخلص او لا ما تنتخلص. ولكن النهار اللي غادي يجيني الادسنس كانت الصدمه قويه والصدمه كبيره. صيفطوا لي وقالوا لي غادي نحبسوا لك الاعلانات مده شهر، وهذا الشيء اللي داز لك كله في الخلصه غادي يرجع للمعلنين لحقاش ما معروفش مصدر المشاهدات. وهذا الخطا اللي ما نبغيكمش نتوما البنات انكم ديروه بحالي. انا درت هذا الغلط وما نبغيكمش نتوما ديروه. فاش تفعل القناه كسيري خدمي دقه دقه، وراه غتجمعي 10 دولار. وهاد 10 دولار هي البنات اللي الشرط الثالث عاود خصك تجمعي 10 ديال الدولار باش يوصلك داك الادسنس. جمعت 10 دولار ووصلني الادسنس. نهار اللي غادي سمحوا لي غادي نجيب الادسنس، نهار البنات اللي غادي تجيني فيه الاربعاء، نهار اللي غادي يجيني فيه الادسنس، نهار اللي غادي يحيدوا لي الارباح. المهم هادشي كله ماشي مهم. هذا هو الادسنس ديالي كما تشوفوا اللي فرحت به، وكانت واحد الفرحه لا توصف. ولكن كالعاده انا ما تتكمل لياش الفرحه وما عمرها كملات ليا. تيجي البنات واحد الكود اللي غادي نوريه لكم. انا غنوريكم غير النص ديالو. هانتوما هاد الكود البنات، هذا اللي تشوفوه هنايا، هاد الادسنس تيجي على هاد الورقه هذه. هذا هو الادسنس. بزاف الناس كانوا تيسولوني واش عندك الادسنس، واش جاك الادسنس. جاني الادسنس، ولكن الادسنس بلا فلوس بلا حتى شي حاجه بلا مشاهدات راه ما عنده حتى شي قيمه. ولكن هذا الادسنس عنده القيمه الفعاله والقيمه الحقيقيه، هي انك تعترف بك اليوتيوب انك يوتيوبرز وانك صانعه محتوى وانك تقدري تبداي تحققي ارباح منه. تدخلي داك الكود البنات خصو يكون عندك ضروري، وتيعطيوك 3 ديال المرات الا خطاتي فيه. الا فتيها 3 د المرات يعني صافي ما كان لا ادسنس لا جوج، وما تيصلح لكش عاودي ديري هاد الادسنس. تيصيفطوا لك تيقولوا لك دخلي الكود ديالك للادسنس وتحققي منه. ومن بعد البنات انا هي تنزرب لكم باش حيت راه كاين ما يتعاود وما يتقال، ولكن واخا هكاك تنحاول نختصر. هاد الكود ادسنس تدخليه تتحققوا بانك نتي راكي شخص حقيقي، يعني ماشي روبو ولا شي حاجه اللي غادي يدير هاد القناه. وبالتالي تصيفطوا واحد الرقم ديال البنك، تيقول لك ديه للبنك باش تصاوبي معاهم تتقادي معاهم الامور ديالك تما كاينه. وتيعطيوك البنكه واحد الورقه فيها واحد
واحد الرقم يا 6 دراهم يا 5 دراهم يا 2 دراهم، المهم على حسب. تيكون بحال دابا تيكون 0.5 اولا 5 كذا كذا، خصك انت تكتبي لهم داك الرقم اللي طلبوه منك في الادسنس نيشان. الا خطاتي راه كلشي تيضيع عليك، تصاوبي داك الرقيم اللي عطاوك يا 5 دراهم يا 2 دراهم يا 3 دراهم، المهم على حسب، يا 10 دراهم يا ما فوق، كل واحد وشحال تيجي في داك الرقم تديريه مدقق وصافي. ومن لهنا تيبداو يجيوك الارباح ديالك، وحتى ما باقي تيولي ساهل ساهل. كاينين كما قلت لكم فيديوهات اللي تيشرحوا داك الشيء بالتفصيل البنات. من بعد البنات بديت تنخدم، ما كاينينش مشاهدات، حيت من بعد ما جاني انني شهر ما عنديش الاشهار. شنو درت انا؟ الغلط اللي درت انني وقفت، ما كنتش نلقى النصيحه. فقط لقيت واحد السيد اشرف الله يجازيه بخير، عنده قناه اشرف، تنقول له شكرا. هو اللي مسكين كان ساعدني وعاونني باش انني نصحح، حيت كان عندي حتى العنوان ديال القناه داك URL كان خصني ندخلو، فما كانش دخلوا عليا وقالت لي الامور. وداز شهر وبديت عاد تنحط مره فيديو. اللي غنصحكم بها خوتي العزاز، الا كنتي باغا هاد الادسنس يكون عندك مفيد وفعال وغتربحي منه وغيكون منه ارباح، هي انك تخدمي اختي على قناتك. انا ما لقيت حتى شي دعم الصراحه الله تصوروا. راه منين بديت في كورونا تنحط وتنجتهد وتنخدم حتى لهذا الوقت هذا، اختكم راه ما عمرها تخلصات، يعني ما كاين والو. اقسم لكم بالله ما كاين شي حاجه من غير داك الارباح اللي كانت جاتني ومشات في سعيني. ما ربحت، ما فرحتش بها، وربي ما بغاليش شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. والحمد لله على كل حال. دابا انا حاليا مره تنخدم مره ما تنخدمش، مره تنحط. اليوتيوب بغيتو تعرفوا واش فيه الارباح؟ فيه الارباح، فيه ارباح وارباح خياليه. ولكن البنات الا ما كانش عندك مشاهدات وما كانوش عندك ناس يدخلوا وتتعجبيهم هذا، راه بحال اللي ما كاين والو. وانا لحد الساعه البنات ما لقيتش يعني مساعده نهائيا. جاني دعم من اختي سناء الخوخي اللي تنشكرها من هذا المنبر، تنقول الله يجازيك بخير، دعمات لي القناه ديالي. مشيت عندها حتى التفلت، ولكن ما شفتو في الفيديو السابق، ودرت معها فيديو. طلع داك الفيديو ديالها 2400 وشي 400 هكا صافي وحبس، وما طلعليش زعما لا فلوس لا حتى شي حاجه، لحقاش كانت النسبه ديال اللي تيدخل تيشاهدوا غير شويه وصافي، تيشوفوا هي 2 دقائق 3 صافي وتيخرجوا بحالاتهم. الفيديو الا ما كانش الانسان تيكملو لك راه ما فيه لا ربح لا والو. ولا ربحتي غادي نحط لكم الارباح في فيديو اخر، تيحط اما درهم في الشهر 2 دراهم في هذا الشهر. عندي شي فيديوهات فيهم 10 شهور 10 دراهم هكا، لدرجه انني البنات مازال ما استوفيت 16000 ريال. طلبت الدعم بزاف ديال الاخوات الله يهديهم علينا. طلبت منهم الدعم، بزاف ديال الاخوات اللي طلبت منهم الدعم، ولكن للاسف ما كاين والو. يعني كلشي تيتهرب، كلشي ما تيبغيش. ماشي مشكل. الحاجه اللي نوصيكم عليها، خدموا خوتي على قنواتكم، حطوا الا قديتي اختي انت ولا خويا انت تحط قناه في الصباح وفي الغداء وفي العشاء، دير بحال داك السيرو بحال داك سميتو. حتى خويا اختي حطوا فيديوهاتكم، حاولوا انكم توصلوا الاراء ديالكم. شنو تيبغيو الناس في هاد الفيديوهات؟ نقول لكم شنو تيبغيو روتينات، تيبغيو فلوغات، تيبغيو البنات مشتريات، تيبغيو بحال دابا الفراشات وداكشي ديال التغيير فهمتي؟ هادشي مطلوب. انا بالنسبه لي انا ما يمكنليش نبقى نحط الماكله يوميا، انا نشارك يومياتي، يعني شنو درت اليوم، شنو درت غدا، شنو درت بعدو. بعض الاحيان البنات ما تتقديش تحطي يوميا، حقاش خصك تحطي شي حاجه زوينه. وحنا بشر، حنا ناس عاديين، ناس سميتو يعني نهار زوين، نهار خايب، نهار طالع، نهار هابط، وصافي هادشي اللي كاين. واكثر حاجه البنات تكوني واقعيه في فيديوهاتك، تكوني نتيا ما تتصنعيش. وتسر من الله. ولا ما صدق لكمش بحال اليوتيوب، عرفوا ماشي مني انا دايره جهدي وفوق من جهدي، تنخدم البنات وتنتعب على قناتي، ولكن للاسف ما كايناش الناس اللي تدخل تدعمك نهائيا، ما كاينينش مشاهدات. وهذا الشيء علاش ما قدرتش نحقق ارباح. حاليا انا راه تنحاول نحط يوميا فيديو،
على قد اللي تنستطيع. طولت عليكم الفيديو البنات، الا نسيت شي حاجه تنعتذر، ولا بغيتو تسولوا شي سؤال اللي غنكون انا نسيتو ولا ما جاوبتكمش عليه، فحطوا لي البنات في التعاليق وقولوا لي شنو بغيتو تعرفوا، وانا غادي نهضر معكم بصراحه ونجاوبكم بصراحه. بسلامه عليكم، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش من لايك وبارطاجيو القناه ديالي. الله يجازيكم بخير، ودعموا اختكم لبنى لحقاش محتاجه للدعم ومحتاجه لهذه القناه. بسلامه عليكم.